أصوات الشعراء. في بلادي حيث الحدود عصافير، لا تنتهي الحدود بين وجهي ووجهك. في بلادي حيث الزهر يشق الصخرة، يسحقني الحرمان. في بلادي حيث البلابل على الشبابيك، والسماء على شفير الأرض. بيني وبينك غربة الظل عن الجسد. وجوه تنحني علي ولا أراك، ليتك تبقين وراء اليأس قليلا فأوافيك. امكثي قد أصل، فنذهب في روائح الليمون، وأفوز بك في ريعان الموت. ما العمل بالصمت؟ أي حقيقة يكتشف الإصغاء في الصمت. أنواع من الصمت، لكن أتكلم عما يرفض باستمرار أن يحميك. الصمت العابر جسدك كالفضيحة. لا تحاولي أن تنظري إلي، لن أستنجد ضد ما أجهل، ضد ما أسمع. من منا يجرؤ أن يجتاز هذا الفرق ونصفنا في العتمة؟ أتكلم عن الصمت الذي قد يحدث. عندئذ تتهامس المرأة والخنجر قرارات اللحظة، والأسباب تهرب عن الصمت الذي يهدد بالرسو. الفاجر وحده في البئر. ما العمل بالصمت؟ ترى لو سكتنا قليلا. لعب أنس الحاج قبل اندلاع الحرب في لبنان دورا طليعيا في شعره وفي نثره وفي ترجمته لمسرحيات لعبت ضمن إطار مهرجانات بعلبك الدولية، وكذلك في الحركة الثقافية، وهو من أبرز ممثلي حركة الحداثة العربية. من جهة الوعد والحرية ومن جهة الحلم يأتي أنس الحاج ثائرا وغاضبا ومتمردا، شاهدا لجيل كامل ولمرحلة تاريخية كاملة. شاعر أنس الحاج وإعلامي، حتى كتاباته الصحفية تعكس صحافة من طراز آخر، صحافة تجمع بين السياسة والحدس الأدبي، تحلل الأحداث لتنفذ من خلالها إلى النقد التاريخي. وهكذا فقد واكبت كتاباته سجل حقبة هي الأغنى والألمع في تاريخ لبنان الحديث. من هنا نراها طالعة غيومه كلماته. وكيف يمكن كلمة أن تحمل هذا الذي يحملها إياه ولا تنوء؟ هكذا يأتي عارما بدائيا ومتوحشا، مكللا بالأسرار، لأنه يعرف سر الألم، ألم الرضيع الذي لم يرضع. وإذا هو لم يفي بوعده فمن أين للحب أن يفي بوعده؟ من مكان آخر يأتي شعر أنس الحاج حارا ونزقا، يحتفي بالمرأة والحب والطفولة، ويندهش على حد تعبيره من قدرة الإنسان على الوقوف عاصفة من الحياة يخترقها الوعد، كما لا يزال البرق يخترق ظلام الليل، وكما سيظل يخترقه إلى الأبد. عيسى مخلوف. موعدنا المقبل مع صوت الشاعر اليمني عبد العزيز المقالح. أصوات الشعراء. طوال شهر آذار مارس وبمناسبة اليوم العالمي للشعر نستمع يوميا في مدار الأخبار إلى شاعر بصوته ضمن مجموعة نادرة وخاصة بإذاعة الشرق. أصوات الشعراء طوال شهر آذار من إذاعة الشرق.